بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنخلل مع بعض القرنبيط بأسهل طريقة، هيعيش معاك السنة كلها. وكمان رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا سفرتنا ما بتخلاش من المخلل طول الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. تابعيني لنهاية الفيديو علشان نعرف مع بعض ازاي هنحافظ عليه مقرمش ولونه حلو طول السنة، وفي الوقت ده نكون غلينا مية وبردناها. هنا انا جبت زهرة قرنبيط وشلت الفستان بتاعها من فوق، اخدت نصها بس وبدأت افصصها لوردات صغيرة كده. وطبعا واحنا بنشتري القرنبيط ناخد بالنا ما يبقاش فيها بقع سودا من فوق، لانها كده طبعا هتبقى مش طازة وهتسود معاكي ومش هتبقى حلوة خالص. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا بكمل كل الوردات الصغيرة عندي، حتى العروق الصغيرة دي بتبقى طعمها حلو لما بتتخلل. وطبعا بخلي القرنبيط يحب الجزر والفلفل معاه. انا بحط قرن واحد بس كده مع في البرطمان يديله سنة بس كده حرقية. وطبعا بقى بنقطع الجزر، عايزة تقطعيه بالقطاعة المشرشرة، تقطعيه عادي زي بتاع الشارع، كله زي العسل. وهنا بعد ما خلصت طبعا قطعت عليه بنجر، قطعت 3 بنجريات وعقمت البرطمان بتاعي بمعلقة خل، برجه كويس قوي وافضي منه الخل. وبكده بقى جاهز للتخليل معايا. وابدأ اعبي البرطمانات بتاعتي واجهز محلول التمليح. لكل لتر مية مغلية ومتبردة 4 معالق من الملح. لكل لتر 4 معالق من الملح. طبعا هنا انا ضاعف الكمية بتاعتي على قد البرطمانات بتاعتك. ومعلقة كبيرة سكر لكل برطمان، لان دي مادة الحفظ اللي هتحافظ على اللفت بتاعك لطول السنة. وناخد بالنا ان المية تكون مغلية ومتبردة، ما نحطش ابدا مية من الحنفية. ولو انت عاوزة تفتحي البرطمان على طول بعد 4-5 ايام وتاكلي منه، تزودي حوالي ربع كوباية خل على البرطمان، لان الخل بيسويه بسرعة قوي. بس طبعا مش هيعيش معاكي لحد رمضان. ولو عجبتك طريقتي متنسيش تدعيلي دعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.